بيبدأ الفيلم بجعفر وزير السلطان اللي بيكون في الصحراء ومعاه الحرامي اللي جاب له النص التاني من الجعران اللي معاه، وبيطير الجعران وبيوديهم لكهف العجايب اللي مليان كنوز واللي كان بيدور عليه من زمان علشان عايز يجيب منه المصباح السحري. وبيطلب جعفر من الحرامي انه يدخل الكهف ويجيب له المصباح السحري، ولما بيدخل بيمنعه الكهف وبيموته لانه عايز اللي يدخله يكون واحد جوهر في الوحل، يعني يكون طيب وقلبه نقي وفي نفس الوقت يكون غلبان ومحلتوش حاجة. وبنشوف واحد اسمه علاء الدين اللي بيكون عايش في مدينة اسمها مدينة أغربة، وهو بيجري من الجنود بعد ما سرق رغيف عيش هو والقرد بتاعه عبوه، وبيقدروا يهربوا منهم وبيقعدوا علشان ياكلوا، لكن بيشوفوا ولد وبنت جعانين فبيديهولهم وبيمشوا، وبيشوفوا الأمير اللي رايح يطلب ايد الأميرة ياسمين، والولد والبنت وهم بيجروا حصان الأمير كان هيدوسهم فبيتعصب عليهم وكان هيضربهم، لكن بيجي علاء الدين وبيدافع عنهم، وبيتضايق منه الأمير وبيشتمه وبيمشي، وبيدخل القصر وبيطلب ايد الأميرة ياسمين لكن بترفض، فبيمشي من القصر وهو زعلان جدا، وبيدخل لها باباها وهو متضايق علشان كل ما يتقدم لها أمير ترفضه، وقانون المملكة بيقول إنها لازم تتجوز أمير، لكن هي بقى بتكون عايزة تتجوز عن حب، وبيتضايق السلطان وما بيبقاش عارف يعمل معاها إيه، وبيجيله وزيره جعفر والبغبغان عجوة، وأول ما بيشوفه السلطان بيبدأ يأكله بسكوت وحش جدا، وعجوة بيكون مش طايق نفسه بس بيستحمله خلاص. والسلطان بيشتكي لجعفر من ياسمين بإنها بترفض أي عريس يتقدم لها، فجعفر بيقول له إن الحل عنده بس هيحتاج الخاتم بتاعه علشان يستخدمه ويقدر يلاقي خطيب الأميرة ياسمين، وبيسحره بالعصا السحرية بتاعته علشان يقدر ياخد منه الخاتم، وبياخده منه فعلا. وبالليل بتهرب ياسمين من القصر علشان مش عايزة حد يتحكم فيها ولا في حياتها، وبتروح السوق لأول مرة وبيشوفها علاء الدين وبتعجبه، وهي بتشوف ولد صغير جعان فبتاخد تفاحة وبتديها له، وبيفتكرها البياع حرامية فبيتخانق معاها وكان هيقطع لها ايديها، لكن علاء الدين بيظهر في الوقت المناسب وبينقذها وبيقول للبياع انها اخته عبيطة. وفي نفس الوقت جعفر بيستخدم الخاتم علشان يقدر يعرف الشخص اللي ممكن يدخل الكهف، وبيظهر له علاء الدين واللي بيكون واخد الأميرة ياسمين ورايح لبيته، وياسمين بتشكره إنه أنقذها وبتقول له إنها هربت علشان باباها كان عايز يجوزها بالعافية. وفجأة بيطب عليهم الجنود بتوع جعفر وبيجروا وراهم وبيقبضوا عليه، فبتضطر ياسمين إنها تكشف عن نفسها وبتأمرهم إنهم يسيبوه، وبيتفاجئ علاء الدين إنها الأميرة ياسمين، لكن الجنود ما بيرضوش يسيبوه لأنهم بياخدوا أوامرهم من جعفر. ولما بتروح لجعفر وتسأله عن تهمة علاء الدين فبيقول لها إنه خطفك، فبتقول له إنه ما خطفهاش وهي اللي هربت، فبيكذب عليها وبيقول لها إنه اتحكم عليه بالإعدام وخلاص هيتعدم، فبتزعل وبتفضل تعيط لأنه هيموت بسببها. ونرجع لعلاء الدين اللي بيكون في السجن وبيجيله عبود وبيفكه، وبيجي لهم راجل عجوز وبيطلب مساعدتهم وبيحكي ليهم عن كهف العجايب اللي مليان كنوز واللي يقدر يبهر بيها الأميرة ياسمين. وطبعا كلنا عارفين إن ده جعفر، وبيهربوا وبيروحوا الكهف العجايب وبيدخلوه بعد ما عرف منه إنه ما يلمس أي حاجة غير المصباح، ولما بيدخل بينبهروا من كتر المجوهرات، وعبود بتزغلل عينيه شوية مجوهرات كده، لكن علاء بيفكروا إنه ما يلمس أي حاجة. وهنا بيظهر البساط السحري اللي بيشوفهم وبيفضل يمشي وراهم وبيفضل يعمل عكوسات كده لعبوه، وبيشوفوا علاء الدين وبيطلب منه يعرفوا مكان المصباح، وبيقول له على المكان فعلا وبيروحوا علشان يجيبوه. والقرد عبود بتزغلل عينيه جوهرة كبيرة جدا، والبساط بيفضل يشده علشان ما يلمسهاش لكن بياخدها، وفي نفس الوقت ده بياخد علاء الدين المصباح. في الوقت ده الكهف بينهار عليهم وبيحاول علاء الدين ان ينقذ نفسه من الحمم البركانية اللي ظهرت في كل مكان، وبيستنجد بالبساط السحري وبينقذه هو وعبوه وبيطلعهم لباب الكهف، وبيتعلق علاء الدين وبيطلب من جعفر ان يشده من ايديه، فبيقول له اديني الاول المصباح. واول ما علاء الدين بيديله المصباح بيضربه برجله وبينزل تاني للكهف. وكده عرفنا ان جعفر كان قصده انه يقتل علاء الدين، بس عبود في الوقت ده بيكون سرق المصباح من جعفر، وبيكتشف جعفر ان المصباح اتسرق، وبعدها بيفوق علاء الدين وبيفرح جدا لما بيلاقي عبود سرق المصباح من جعفر، وبيطلع له منه الجني اللي كان محبوس جواه بقاله 10,000 سنة، وبيفضل يعمل له شوية استعراضات جميلة جدا وبيقول له على الكام حاجة اللي هو ما يقدرش يعملها، وبعدها بيقول له انه يقدر يحقق له اي 3 امنيات، بس في شوية امنيات ما يقدرش يحققها له، زي انه ما يقدرش يقتل حد
ولا يقدر يخلي حد يحب حد، ولا يقدر يصحى حد من الموت، لأنه ما بيهزرش مع الأموات. وهنا علاء الدين بيفضل يغيظه ويتريق عليه، وبيقول لعبود إن جن على قده حتى ما يقدرش يخرجنا من الكهف ده، فبيستفزه وبيخرجهم من الكهف. وبكده علاء الدين قدر يضحك على الجني وخلاه يخرجه من الكهف من غير ما يضيع أي أمنية من التلاتة. يعني كده هو طلع أنصح من الجني.